تم اختار لجنة شؤون الأحزاب بحزب الدستور، الحزب اللي بيؤسسه دكتور محمد البرادعي، مجمعا حوله عدد من الأنصار والمؤسسين والمقتنعين بالفكرة. أحدهم الناشط السياسي المصري أستاذ جورج إسحاق. أهلا بحضرتك أستاذ جورج. أهلا وسهلا. فعلا حضرتك ما كنتش جوه القاعة، كنت بره؟ لا أنا دخلت القاعة جوه، ولقيت إنه الناس اللي بره أكتر من اللي جوه، وما تقدريش تسيبي الناس كده لوحدهم بره. فانا بما ان انا راجل يعني بحب الناس وكده، فسبت القاعه جوه وطلعت وقفت مع الناس. كانوا بيخبطوا على الباب عشان لا، ما احنا في الاخر سمحنا للناس كلها انها تدخل، بس كان زخم عالي وكان الناس جايه فرحانه. هو ده اللي اسعدني في الحكايه كلها، ان الناس جايه مقبله وفرحانه، يعني حاسه انه يعني كل واحد كان جاي بيكلمني بيقول لي انت انا فرحان قوي انك انت قلت لي تعالى وكده وبتاع، لان احنا فعلا كان عارفه انت بتعملي حزب في مرحله يعني كل الناس يعني حالتها مش كويسه، فانت بتفتحي طاقه امل. وانا بقول ان هذا الحزب حزب التيار الوطني اللي هو ملوش ايديولوجيه معينه، هو بيتكلم على استعاده زخم الثوره اللي هو حريه وعداله وكرامه وعداله اجتماعيه. فعشان كده الناس جايه واثقه. الحزب ده يقدر يعمل ايه دلوقتي يا استاذ جورج؟ يقدر يجمع كل القوى الوطنيه اللي هي يعني عارفه، احنا المحاولات كتيره جدا، حاولنا نعمل تجمعات كتيره جدا وائتلافات وطنيه ومش عارف ايه، وكل ده لم يفلح. انت عايزه تشتغلي داخل مؤسسه، فما فيش حل ابدا انك تشتغلي من خلال مؤسسه الا الدستور، الا الحزب. فهو ده الاسم كمان موحي، انك انت بتتكلمي على نضال الشعب المصري من سنه 23، وبعدين ثوره الشعب المصري 35، الاسترجاع 23، ويعني معركه المصريين طول عمرها مع الدستور. فاسم الدستور محي يعني معبر، ولذلك احنا في ازمه دستور، يعني عايزين يا رب نخرج، بس مش عارفين نخرج ازاي يعني. في اعتقادك المشروع، يعني دكتور محمد البرادعي دخل بعض المشاريع ولم يكملها، يفرق ايه المشروع ده عن مشاريع اخرى؟ انا يعني قلت في اول اجتماع للهيئه التاسيسيه انا عمري ما خفت، بس انا جاي الاجتماع ده وانا مرعوب، الاجتماع الاولاني بتاع التاسيسيه، لانه خايف انه ما تكتملش الصوره. بس انا عندي ثقه دلوقتي ان الدكتور برادعي عنده رغبه شديده جدا في انه هو يعمل حزب حقيقي. بس عايز، وهو قال جمل النهارده مهمه، قال الحزب ده مش بتاع البرادعي ولا بتاع حسام عيسى ولا بتاع حد ولا بتاع علي الاسواني، ده حزب بتاع المصريين. وانا قلت كده في كل تصريحاتي، قلت هذا الحزب حزب المصريين، مش عايزين نشخصن المساله، بس هذا الرجل قيمه وقامه عاليه جدا، رئيس الحزب بس كل الناس مشاركه، بدليل الحاجه الجديده اللي معموله ان وكلاء المؤسسين مش واحد، وكلاء المؤسسين 4، يعني هذا دليل على انه في تغيير في المساله. الحاجه المهمه بقى انه الهدف الرئيسي لهذا الحزب اول حاجه في المقدمه هو العداله الاجتماعيه. ضروري نعمل دراسه مهمه. على فكره الدكتور غنيم معانا موجود في هذا طبعا، والدكتور غنيم مش عاوز يتقدم خطوه الا ما يشوف رؤيه متكامله، هو ده اللي احنا بنعمله. ولذلك احنا في اللجنه التاسيسيه اقترح، الدكتور جلال امين اقترح ان احنا نعمل مجموعه مش 2 3، ما ينفعش، لان احنا في البدايه كده لما 2 3 بس هم اللي يقرروا ما ينفعش. فاحنا بعد الاجتماع بتاع النهارده اعتقد انها هتتكون لجنه من حوالي 10 12 لتسيير امور الحزب، ومقابلتنا الحقيقيه بقى هتبقى في الجمعيه العموميه، لان احنا اجلنا لان كتر الناس النهارده. انا كنت صراحه ربنا عارفه طموحي، كنت عايز اقفل شارع بخالق ثروت النهارده بس لم اتمكن من ذلك. مش ممكن، في شوارع كتيره مقفوله في مصر، مش مهم، بس احنا عايزين بس نقول للناس اللي واقفين في التحرير احنا كمان موجودين. طيب يعني ايجاد هذا الحزب ألم يتأخر كثيرا يا أستاذ جورج؟ طبعا. يعني أنت دلوقتي لو شفنا الخريطة السياسية هنلاقي انتخابات مجلس الشعب انقضت، هنلاقي إنه انتخابات الرئاسة فيها من فيها، هنلاقي إنه اللجنة التأسيسية المشرف عليها أو حتى على الأقل المقترح تواجدهم هم من الكيانات اللي كانت موجودة. هل يلعب حزب الدستور في الوقت الضائع؟ اطلاقا. احنا بنشتغل، يعني هذا الحزب طموحه مستقبلي مش الحاله الانيه، لان احنا ما اشتغلناش كما يجب في المرحله الصغيره. يعني مثلا انا عايز اوريكي مثلا حاجه النهارده، المحافظات بتشتغل مش مستنيه حاجه. يعني انا جالي النهارده يعني من دمنهور، من البحيره، عاملين بيان من مؤسسي حزب الدستور بالبحيره
تحت الانشاء وكاتبين شروطهم وجايبين حوالي 50 واحد عاملين لجنه تاسيسيه. ولذلك الحزب ده طالع من الناس. يعني انا برضو بطلب من كل المحافظات انها تعمل ده، تعمل لجنه تاسيسيه وكده، عشان لما نعمل الجمعيه العموميه نبقى عارفين مين اللي جاي ومين اللي رايح. يعني الناس في شغف وفي احتياج شديد جدا وعندها امل. يعني بتقول انه الدور اللي ممكن يلعبه حزب الدستور هو مش النهارده خالص، لا خالص. لا طبعا، يعني عايزه وقت. ولذلك احنا مش مستعجلين. احنا مش مستعجلين. يعني مش هيبقى لكم دور في موضوع انتخابات الرئاسه مثلا؟ مش هتقولوا احنا بنأيد فلان؟ لا ما اعتقدش. لا ما اعتقدش. انت بتبني كادر حزبي جيد، ضروري ياخد وقته وضروري ياخد نفسه ونعمل وده ضروري يبان قوي انه حزب ديمقراطي. دي مساله اساسيه. لان كل المنظمات اللي هتخرج من هذا الحزب هتبقى بالانتخاب الحر. ولذلك يعني ما حدش مشغول قوي بانه يتواجد او يتصور او يعمل او كده وبتاع. ده مش قضيتنا. ولذلك انا النهارده طلعت بره القاعه. مش هممني ده. انا هممني ان احنا افتكرناك انشقيت عن الحزب من اول اطلاقا. ما هو قالوا كده، قالوا ده غضب وبتاع. انا لا يمكن اغضب. انا ما اغضبش. انا راجل يعني بتنازل عن مش شرط ان انا ابقى حاجه في الحزب ده، بس انا هعمل دعم لهذا الحزب بكل قوتي وبكل كياني، بحيث ان احنا ندي الناس فرصه امل ان هم يخشوا في حزب. ولذلك بس انا يعني زعلان قوي على بعض الاحزاب ان بعض كوادرها سابت احزابها وجت للحزب. انا بقول للناس استنوا شويه لغايه ما تبان الرؤيه. عشان كده وعايز اقول كمان ان احنا مش ضد احزاب دينيه ولا احزاب قائمه ولا ابدا. كل الاحزاب دي ليها كل التقدير والاحترام. بس احنا برضو عايزين نبان ان احنا حزب حاضن لكل القوى الوطنيه. يعني في احزاب عايزه تيجي تخش معانا، يا سلام، هايل جدا، وتعمل جبهه وطنيه من كل الاحزاب، بحيث انك انت يبقى لك مثلا مكتب موحد لكل هذه الاحزاب، ويبقى هذا الحزب حاضن لكل القوى الوطنيه الموجوده في الساحه. طيب، بعض المشاركين في تاسيس هذا الحزب كان عندهم احلامهم السياسيه الخاصه واحلامهم الحزبيه الخاصه. يعني مثلا حد زي الاعلاميه والسياسيه جميله اسماعيل كان عندها حلم ان هي تعمل حزب الحضاره، وهي قالت كده. واضح انه في ناس تخلت عن احلامها الخاصه لتنصهر في حلم جماعي مع دكتور محمد البرادعي. ايوه، احنا كلنا عايزين نخش في كيان كبير. ولذلك زي ما قال الدكتور برادعي احنا مش مستعجلين، وانا كمان مش مستعجل. يعني ضروري نعمل المساله بتأني شديد جدا، بتنظيم. يعني مثلا تنظيم الحزب ده، الدكتور محمد قال ان احنا هنجيب ناس محترفين يعملوا تنظيم. مفيش حاجه اسمها. وكمان في خلط ما بين المتحدث الاعلامي والمتحدث الرسمي. عايزين كل الحاجات دي تتعدل، لانه ما حدش عارف. يعني في خلط ما بين الاثنين. يعني هو المتحدث الاعلامي استاذ وائل انديل المفروض هو، بس هو بيتكلم على انه متحدث رسمي، فعايزين نفصل ما بين الاثنين. في حاجات كتيره عايزه تتظبط. لكن الزخم اللي حصل بان الناس كلها تقبل هذا الاقبال دليل الناس عايزه امل تشتغل من خلاله. فاحنا بنتكلم على حزب جيد. يعني عندنا ناس منظمين، ناس محترمين، كله هيقدم اجتهاده. طيب. بس هتبقى المسألة. هرجع تاني سؤال سألته في القعدة دي يا أستاذ جورج. يعني مثلا النهاردة الدعوة السلفية وحزب النور أعلنوا تأييدهم المباشر لعبد المنعم الفتوح. حزب الوفد أعلن تأييده ودعمه لعمرو موسى. الجبهة السلفية أعتقد هي اللي أعلن تأييدها للدكتور محمد مرسي. يعني في النهاية حتى الكيانات الغير سياسية دلوقتي في لحظة كل واحد بيعلن. الصوفية أعلنت تأييدها لمرشح ما. مش بس الأحزاب، لا، في كيانات أعلنت انحيازاتها أو خليني أقول دعمها. معقولة حتى إن كان حزب تحت التأسيس مش هيعلن هو بيؤيد مين في الانتخابات القادمة؟ ده المصريين بيتنشأوا على حد يقول لهم إيه؟ طيب أنا رأيي يعني الناس عايزة تسمع. دي قبل الحوار، ضروري نتفق. يعني يوم 18 احنا عندنا الاعلان الكبير يوم 18 يونيو هنعمل عشان كل الناس تشارك، كل الناس تبقى موجوده. هنختار مكان واسع نقعد فيه كلنا. اعتقد ان ده هيطرح، مش ممكن ابدا نبقى بعاد عن ذلك. بس الدكتور برادعي النهارده قال ان انتخابات الرئاسه دي مشكوك فيها وانتخابات المجلس مشكوك فيها. لا، بس في اعضاء من الحزب هيبقوا بره هذا، هيغردوا بره السرب اكيد، وهيبقى لهم رؤيه بالنسبه للرئاسه وبالنسبه للي جاي طبعا.
لان احنا مصريين وضروري نشارك في اللي جاي. يعني المسار الرئيسي هو تأسيس وبناء الحزب ده، يعني والاحداث السياسيه ماشيه بالتوازي. طبعا طبعا بس انا اهم حاجه عندي هو انك انت تعملي حزب على قواعد سليمه بشكل تنظيمي هين، بانك تستفيدي من خبرات احزاب ديمقراطيه في العالم كله. يعني ده مطروح انه مثلا انت عارفه ان احسن ناس في الديمقراطيه في العالم هم الهند، حزب المؤتمر. عايزين نشوف بحزب المؤتمر ده عمل ايه، اسمه ايه بتاع البرازيل عمل ايه. يعني عايزين نستفيد من ده. يعني احنا طبعا احنا مش هنخترع العجله، لكن ضروري تعرفي خبرات الاخرين عملوا حزب ازاي. احنا طموحاتنا استاذه منى طموحات كبيره جدا، ولذلك انا عشان كده بقول لك انا كنت رايح وانا مرعوب، لان اذا لم تتحقق هذه الطموحات هنبقى زعلانين قوي صراحه ربنا. يعني دي محاوله اخيره من جورج اسحاق. انا مش عارف هعيش قد ايه يا منى، انا خلاص بشطب. ربنا يديك الصحه والعافيه. لا انا شوفي، انا يعني لا اتوقف عن العمل وعن الحركه اللي يسعد مصر واللي يخلي مصر ترجع الى مكانها الطبيعي، انا معاه. فانا بحس ان هذا الحزب يعني طاقه امل، وانه الاقبال بتاع النهارده انت عارفه ماسوره وانفجرت. يعني حاجه مش معقوله، يعني حاجه مش ممكن. كله جاي متلهف، وفين التوكيلات وفين يا جدعان بالراحه، هنعمل ده كله بس مش ويش. لا الناس متلهفه، وفي توكيلات اتعملت، وفي حاجات، وناس طبعا عايزين نعمل تبرعات من جيبنا. يعني احنا مثلا لو 10000 لو 10000 واحد او 5000 عضو، كل عضو هيدفع 1000 جنيه، هيبقى معانا 5 مليون جنيه من جيوبنا ونصرف على هذا الحزب. دي مسألة يعني الناس، فبنقول للناس اللي عايز يبقى في اللجنة التأسيسية يدفع 1000 جنيه. راجل غلبان جدا قال انا عايز ادفع. قلت له تدفع فين؟ بس استنى عليك. يعني الناس متحمسة، فأنا مش عايز الناس تفقد هذا. أساتذة جامعة عين شمس ناس كلمونا، من جامعة اسكندرية، من جامعة مش عارف، واحد يقول لي أنا معايا 3000 واحد، والتاني يقول لي 5000 واحد. أنا ما بسمعش الكلام ده خالص، يعني ياما اتهريت في كفاية إنه خلي بالك إحنا كلنا معاك، وساعة الجد ما تلاقيش حد خالص، ساعة المظاهرة ما تلاقيش حد. يقول لك برافو يلا اشتغل كده هايل أنت ممتاز. لا أنا مش عايز أعمل ده، يعني عايزين فعلا تبقى فاعلية يعني معلش بقى أنا هخرج شوية عن عنوان الفقرة. جورج اسحاق دلوقتي مؤمن اكتر بالعمل المؤسسي اكتر من العمل اللي في الشارع. بالظبط. طبعا ده تغير رهيب في طبعا بس يا استاذه منى ده لا ينفي مشروعيه الميدان. لا وانا عايز اقول لك ياما اتلمنا وكلمنا على مشروعيه الميدان ومشروعيه البرلمان. يعني ولاده حركه كفايه كانت في الشارع. مش بس كانت في الشارع، وكان فيها كفر بكل الانماط الحزبيه اللي موجوده، والا كنتوا دخلتوا مع الاحزاب. فده كانت فكره واضحه جدا، فكره منهجيه في شغلكم. الفكره دي اتغيرت دلوقتي، وانت شايف انه المؤسسيه مهمه جدا بعد ما تعبنا من انك انت عايزه تعملي ائتلافات، وعايزه تعملي بتاع، وتجيب الناس ويتكلموا كلام جميل قوي، واحنا مخلوقين في الدنيا يا استاذه منى عشان الناس تتكلم فينا، فنقعد نسمع. طب وبعدين النتيجه ايه؟ ما تلاقيش نتيجه ايجابيه. فاذا كنا هنعمل حزب هيبقى فيه التزام، هيبقى فيه عضويه، هيبقى فيه قرارات جماعيه، هتبقى فيه انتخابات. يعني ما حدش كل واحد يعمل حاجه، ما هو الناس لسه متعوده ان كل واحد يشتغل لوحده، ان اهو عامل جمعيه تاسيسيه، والتاني عامل تبرعات، والتاني عامل بتاع، والتاني عامل توكيلات. في ناس راحت عملت توكيلات. يا سيدي بتعمل توكيلات لاسم مين؟ الحزب ده هنعلن مين الوكلاء المؤسسين عشان تعمل التوكيل باسمه. يعني عايزه روقان، وعايزه على اللونج ران. احنا بنشتغل طيب. على حزب يقوم بعد سنه مثلا. طب وهل، مش عايزه اقول هل يتأتى، خليني اقول مش في مفارقه يا استاذ جورج انه حزب اسمه الدستور يتعمل بعد ما الدستور يتحط؟ لا ده رمز، الدستور رمز مش فاعليه. احنا بنتكلم على انه نضال الشعب المصري كان حوالين الدستور من اول اللائحه الوطنيه في المجلس بتاع الخديوي لغايه دلوقتي. ده نضال طويل جدا، يعني احنا اساتذه في هذا التراث، ونضالنا كان حوالين الدستور. عارفه كان نضالنا زمان لطرد المحتل. ان باراليل في التوازي كان الصراع على الدستور.
فده تاريخ جزء من مصر، وهنصارع في سبيل. لو طلع الدستور ده يعني مش عاجبنا بقى، احنا هنعمل احتجاجات ونقول لا مش عاجبنا وكده. طب بما انك عضو مستقبلي في حزب الدستور المستقبلي او الاعلان الرسمي هتقول يوم بتقول حضرتك يوم 18 ايه رايك في اللي تم التوصل له في اجتماع النهارده مع المجلس العسكري؟ ودي الفقره اللي جايه اللي هيبقى فيها ضيوف. استاذه، احنا قدمنا رؤيتنا في المجلس القومي لحقوق الانسان بمعايير هايله. انا كنت مع الدكتور صلاح فضل دلوقتي، وهو حاطط معايير، قال لي خلاص انا شلت المعايير بتاعتي، المعايير بتاعتكم ممتازه. يعني لغايه امتى هنقعد نعمل جهد ونقدم اوراق ومحدش يسمع بيها وتتضرب عرض الحائط؟ لغايه امتى يعني؟ هو احنا مش بنعمل جهد؟ هو احنا مش بنفهم برضه؟ اذا كان معاهم ناس بتفهم احنا برضه بنفهم. الله، ومعانا ناس متخصصين وقانونيين، وقعدنا يعني طلع عنا لغايه ما طلعنا المعايير دي ووديتها للمستشار محمود الخضيري، وقلت له يا سياده المستشار انت ضمير القاضي، خد المعايير دي وبص عليها كويس. وفي الجلسه دي انسحب ايمن نور، وعنده حق ايمن على فكره، لانه احنا عايزين نعمل استماع وحوار. النهارده الكلام اللي حصل ده مفيش حوار، هو كده بتاع المعايير مش عارف ايه واتفقت الاحزاب وبتاع. الله، في حوار، احنا موجودين في البلد. هو البلد دي بتاعت الاحزاب بس؟ ما بتاعت الاحزاب وبتاعت السياسيين وبتاعت الناس كلها، يحصل حوار عليها. ايه المشكله؟ انت مستعجل على ايه؟ وبعدين الكلام اللي اتقال النهارده ان الدستور ضروري قبل الاعاده. قبل الاعاده ما ينفعش. دستور 54 يا استاذه قعد 18 شهر. ما اقدرش انا اعمل دستور مستقبلي لمصر مع المعطيات الجديده واللي هيحصل في العالم وكل ده اعمله في 4 اشهر. ما ينفعش، ده كلام ما ينفعش. وبعدين حد يقول لك اصل في دستور، على فكره دستور 71 ده بس نقعه كده، اسمها رقعه كده مش نقعه كده، هيبقى كويس قوي يمشي. ما ينفعش الكلام ده. احنا بنتكلم في دوله حديثه، بنتكلم على عصر النهضه. مصر هتخش عصر النهضه. طب المجلس العسكري قال لو انهم اتفقوا، او بيقول كده يعني لو انهم اتفقوا ما كانش فيه مشكله. المشكله انه كل القوى السياسيه مش راضيه تتفق. يا ست الكل، احنا قدمنا، الاحزاب قدمت والمجلس القومي قدم والسياسيين قدموا، وحزب الكتل، حزب بتاع حمدين وابو العلا ماضي والوفد قدموا رؤيه. الله، الاستاذ رئيس حزب الوفد بيتنازل ليه عن رؤياه؟ مش عنده رؤيه؟ ما قدمهاش ليه وخد منها؟ الله، يعني امال بيحضروا الاجتماعات دي يعملوا ايه؟ ده حاجه مش معقوله ابدا. الواحد يعني مخه حاجه تزعل، والله العظيم، والله العظيم حاجه تزعل. يعني مش يعني دول السياسيين اللي بيقودوا الامه؟ معقول الكلام ده؟ مالكش يعني وجهه نظر وطالع تقول كلام ما يرضيش لا عدو ولا حبيب؟ دي معايير وضع هيئه تاسيسيه لوضع الدستور تاني؟ دي طريقه؟ ما قال لك اتفق عليها. اتفق مع مين؟ ده كل الناس انسحبت. اتفق مع مين؟ يعني واخدين الاستاذ مصطفى والاستاذه مريان قال المستقلين مش عارف ايه. فين عمرو حمزاوي وفين عمرو الشبكي وفين عماد جاد وفين مش عارف مين ايه هو ده؟ يعني في ناس وزن وثقل في المجلس. يعني المجلس 508، انا في تقدير اللي بيشتغلوا 8 بس، والباقي كله قاعد في الطراوه. حاجه مش معقوله يعني مش ممكن كده. طب مش قادر تلاقي اي نوع من مش عايزه اقول اللوم، انما القوى السياسيه في جزء كبير عليها للوضع اللي احنا فيه ده. انا بلوم القوى السياسيه. انا قصدي يعني انا لا يعني لا نوع في الجهات والسلطات بما فيها المجلس العسكري، انما بنتكلم على القوى السياسيه. طبعا انا موافق مع حضرتك، الاثنين ملامين. يعني مش معقول احنا كقوى سياسيه وعندنا يعني معانا بلغار مثلا، حاجه تحفه من تحف الزمان، معانا الدكتور غنيم، معانا مش عارف دكتور بلغار ما راحش الاجتماع وهيكون معانا. ايوه ما راحش الاجتماع لانه حاسس انه الدنيا مش ماشيه. هو عنده وجهه نظر، راجل جميل وعظيم. يروح فين؟ يروح فين؟ استاذ جورج اسحاق الناشط المصري، انا بشكر حضرتك مش بس على وجودك معانا، على انك لعبت كل الالعاب في الشارع، في الإعلام، في مخاطبة البسطاء، في مخاطبة المثقفين، قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام. يعني حاولت كل المحاولات.
ما انا قلت لك يا منى بقى قبل كده ان انا درويش من درويش مصر دي الجميله دي، نفسي اشوفها حاجه جميله، مش عايزين حاجه، يعني اللي بيجروا دول ويعملوا دول ومش عايزين يتفقوا دول عايزين ايه؟ انا عايز اسالهم عايزين ايه يعني؟ ها؟ عايز فلوس، عايز منصب، عايز وبعدين ومصر دي تروح فين يعني؟ يا ناس بقول للناس اتقي ربنا في مصر يا ناس، مصر في حاله من الخطوره والسيوله والارتباك والارباك غير مسبوقه. اتمنى ان الحزب الدستوري يلعب دور مهم، اتمنى يا رب. هقعد اولع شموع وحاجات كده واروح السيده زينب وهروح كل حته وسنه رزق وكله عشان بس ربنا ينقذنا. كل المساجد والاديره طبعا كلهم. طبعا كله هروح كله، مش كنسنا السيده مره ده حقيقي. انا ممكن اكنس السيده تاني بس على مين انت عارفه. استاذ جورج اسحاق، كنت دائما صوتا متحمسا. صحيح ان البعض يعتقد انه مش كل محاولاتك نجحت، ومش كل محاولاتك كانت فيها لها نفس الدرجه من التاثير او لها نفس الدرجه من الصواب، بس الكل يتذكر لك اخلاصك. وحتى احيانا لما كان في بعض المواقف تعتقد انت انه حصل فيها شطط، كنت بتطلع وتعتذر. صحيح، وده حصل. ثقافة الاعتذار ثقافة مطلوبة، بس أنا عايز قبل ما أمشي أقول للشعب المصري أنا متفائل جدا، ومصر دي هتشوف أيام عمرها ما شافتها يا رب. والله أنا عندي ثقة. مصر محروسة يا أستاذ، يا رب. مصر محروسة، ما حدش يخاف عليها، دي مكتوبة في الكتب ومكتوبة في الدنيا كلها، اسمها مصر المحروسة، ما حدش يخاف عليها. يا رب إن شاء الله. شكر جزيل أستاذ جورج إسحاق.